نعود اولادنا في التربيه على الذكر. تمام، لازم، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان اللي بيشيب على شاب على شيء بيشيب عليه. صحيح. فلازم تعود اولادك على الذكر بحاجات بسيطه، مش شرط ان انت هتجيب. بصوا، ما ينفعش ان انا اجيب الطفل واقول له انت لازم تعمل، لازم تقول، لازم تسوي، وقول كذا قول كذا، انت كده هتكرهه في الدين. تمام، لا، انا باخده في مواقف لازم يشوف فيك انت القدوه. لازم يشوف بابا مثلا وهو بيمسك حاجه قبل ما بيرفع حاجه من مكانها بيقول بسم الله. تمام، شايف بابا وهو داخل البيت ماشي بيحط المفتاح بيقول السلام عليكم حتى لو البيت فاضي. تمام، فهو لازم هنا يبدا يشوفك انت نفسك لسانك بذكر بالظبط. شايفك وانت بتتعصب مش بتقوم تكسر وتقول يخرب بيت فلان ويخرب بيت علان ومش عارف ايه وتقول الفاظ. القدوه مش بالكلام، بالفعل. لا، شايفك بتقول استغفر الله العظيم، فانت هنا بتجزم غيظك. هو شايفك كده، شايفك بتقول كده، شايفك مثلا ان انت لما بتيجي حاجه تضايقك شويه وانت بتعملها ومش عارف تعملها ماشي، شايفك بتقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فهو شايفك بتعمل ده، فهو لا اراديا هيبدا هو راخر لما يجي حاجه تتعبه او حاجه مثلا مش عارف يعملها هيروح قايل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ممكن في الاول يكون مش فاهم معناها، بس خلاص هو هيتربى عليها، اما يكبر شويه هيفهم معناها وهيبقى تعود عليها ولسانه على طول بيذكرها. فانت كده عودت ابنك على الذكر، وده هيبقى صدقه جاريه ليك. ده انت صدقه جاريه ان انت هنا عودته ذكر الله وسلحته. يعني انت شوف الدنيا دلوقتي عامله ازاي، شوف بعد 10 سنين مش هيبقى فيه دين اصلا، هيبقى الدين عامل ازاي، هيبقى قليل جدا جدا الا من رحم ربي. فانت هنا سلحت ابنك من دلوقتي في اللي هو هيواجهه بعد 10 سنين، في اللي هيواجهه بعد 20 سنه لما يكبر. فدي حاجه تخلوا بالكم منها جدا جدا جدا، ان انتوا لازم تربوا في اولادكم تمام بالفعل مش بالقول. ان هو يشوفك بتعمل ده الذكر، يشوفك بتعمل يقلدك. فدي حاجه تخلوا بالكم